مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وكل شي حلو يا رب. رجعت وياكم وجبت لكم هذا موديل فستان مناسبات، سويته من قماش ستن خفيف. وهذا الفستان بالاخير طلع يلبس قياس لارج، لكن بالقياسات من سويناها فممكن هو يكون يلبس اكثر من هذا القياس. فإذا حابة تعرفين طريقة التفصيل والخياطة والقياسات تابعي وياي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 4 أمتار قماش ستن خفيف، طابقتهم طبقتين فقط. عندي هذه الجهة اللي أنا بيها حاشيات، والجهة المقابلها أيضا حاشيات أو حافات القماش. هذه الجهة اللي جاي أأشر عليها هي الجهة المغلقة. هذه الجهة المغلقة راح أطبقها على جهة الحاشيات اللي كنت قاعدة من جهتها. الطبقة راح تكون على شكل الحجاب مالت الربطة اللي نلبسه. لاحظوا بهذا الشكل طبقة مثلثة، لأنه راح تكون التنورة عندنا دبل كلوش. الدبل كلوش بهذا الشكل تتفصل وبهذا الشكل تتطبق. وبما انه التنورة عندنا او الفستان عندنا تنورته دبل كلوش، فلازم اول شي نفصله هو التنورة، وبعد ما نخلص فصل التنورة اللي يبقى من القماش راح نسوي من عنده باقي الفستان. لاحظوا هذا اللي اشرت لكم عليه، هذا هو اللي راح يبقى منه او نسوي باقي الفستان. هسه راح نبلش ناخذ او نثبت القياسات على التنورة حتى نفصلها. هذه الجهة اللي أشرت لكم عليها هذه راح تكون جهة القصر، من عندها راح نبدي نسوي القياسات. لاحظوا هنا صار القماش عندنا مطبوق 4 طبقات، طبقة مغلقة أو جهة مغلقة وجهة مال الحاشيات مفتوحة. إذا تردين تسوين التنورة بدون كسرات فخلي القياس اللي عندك، إيش قد القياس عندك مالت القصر سوي القصر عليه. تقريبا إذا عندك 25 سنتيم فحدديه. أنا المطلوب من عندي 25 بدون كسرات، فأني حسبت حساب 10 سنتيم للكسرات وسويتها لحد 35. حطيت الشريط مال القياس لحد 35 عرضه يكون، وثبتت يعني العلامة عليه. وبديت أشوف هل اللي يبقى من القماش يكفي يكون الفستان على طول البنية، فلقيته إنه يصير أطول من اللي أنا أحتاجته فكملت. من هذه الجهة من الأعلى مالت القماش راح أبدي أشوف هاي النقطة اللي حددتها الحد يا سنتيم واصلة الحد تقريبا 47، فراح أثبت البداية مالت الأولتشي أو شريط القياس بالأعلى، وراح أمشي على داير القماش على نقطة 47 اللي طلعت عندي حتى يطلع عندي مساوي. التنورة الكلوش لازم تكون القصة مالت التنورة مالتها تكون مايلة، ما تكون عدلة، ما يصير نقصها عدل من نحدد، لا لازم نحدد من كل الجهات مثل ما جاي تشوفون من هذه النقطة، ونبدي نحددها من كل الجهات راح تطلع عندنا مثل المايلة. وبعد ما حددت النقاط بديت أوصل بين نقطة ونقطة بخط حتى يكون واضح قدامي وقدامكم. أتمنى كل شي واضح ومفهوم لحد الآن. بنات أتمنى من عندكم تصعدون لي هذا الفيديو باللايك، لأنه فعلا القناة من تركتها نزلت جدا وصارت المشاهدات شبه معدومة. فاللي أتمنى من عندكم إذا حابين تشكروني على مجهوداتي اللي جاي أقدمها لكم، أتمنى منكم بس ترفعون لي الفيديو بلايك، وأكون جدا ممنونة من عندكم. طبعا هنا حددت إيش قد أريد طول التنورة. التنورة تقريبا اللي باقي من القماش يسوي لي تنورة طولها 107 سنتيم، لكن أنا ما أريد 107 فاكتفيت إنه أسوي التنورة طولها 100 سنتيم. حددت من كل جهات التنورة، طبعا حددت من المكان اللي سوينا بيه محيط الخصر، وبديت أنزل بهذا الشكل من
كل الجهات. طبعا اكو جهات منها راح احددهم من غير ما يعني اظهر قدامكم، لانه تعرفون راح ابين بالتصوير، فحددت نص قدامكم والنص الثاني حددته من غير تصوير بهذا الشكل مثل ما جاي تشوفون. وهاي بعد ما كملت كل التنقيط. واذا شفتي وانتي جاي تخططين انه طلعت نقطة من او وحدة من الجهات طلعت صاعدة نازلة، بتأكدي. أنا هنا شفت إنه واحدة من النقاط كأنها صاعدة، فتأكدت لقيتها فعلا صاعدة 1 سنتيم، فعدلتها ورجعت سويت القياسات. وبهذا الشكل بعد ما خلصت تثبيت كل القياسات بديت أقص. هذا قلت لكم راح يبقى الباقي الفستان. وهذه تنورتنا تقريبا خلصت. اكو بيها مكانات الحاشيات، هذه المفتوحة هذه راح تكون للخلف، وهذه المغلقة راح تكون المنتصف الأمام. راح أحددها بقردة صغيرة. هذه شوفوا هذا مكان راح يكون منتصف الأمام. ولاحظوا هذه راح أفتح لكم التنورة حتى تشوفون ايش قد فيها عرض وشلون راح تكون بعد ما نخليلها الكسات. بهذا الشكل راح يصغر حجم الخصر. وقلت لكم بعدين من نثبتها بالخياط أشوفكم شلون راح نثبت التنورة. هسه ننتقل لباقي الفستان. لاحظوا هذه القطعة بعد ما شلنا منها التنورة، بس راح أفتح هذه الجهة. هذه الجهة راح أفتحها على مود أكمل الفصالة. وطبعا هذه أيضا الجهة مطبوقة طبقتين، القماش ظل على طبقتين ما فتحته أبد. هسه راح نجي هذه القطعة راح أطبقها بعد طبقتين على مود أسوي من عندها الردن، وباقي القماش راح يكون للقسم الأعلى مالت الفستان. لاحظوا راح أطبقه بهذا الشكل. راح أطبقه على قد الحساب اللي حاسبته للردن، يعني ايش قد أريد عرض الردن يكون راح أطبق القماش على قد العرض مالت الردن اللي أريده، تقريبا 25 سنتيم. وهنا راح أبدي أحدد طول الردن. طبعا الردن راح أسويها طولها 65 سنتيم مو 60 سنتيم، لأنه بكسرات والكسرات تاخذ من طول الردن، فخليت 5 سنتيم على مود الكسرات. وحددتها بهذا الشكل خط مستقيم. وراح أبدي أقص هذه القطعة حتى أفصل وياكم الردن كامل. طبعا إذا تلاحظون هذا القص راح أمشي بيه لحد نهاية القماش، وراح أحدد لكم مكانات القماش وشنو الاستخدامات اللي راح أسويها. هذه القطعة للردن، وهذه القطعة للجزء الأعلى، وهذه القطعة لاحظوا هذه القطعة هذه راح تكون لللفة مالت الصدر، اللفة والكسرات مالت الصدر. أتمنى حفظتوا قطع القماش اللي سويتها. هسه هذه قطعة الردن راح نبدأ نفصلها بالتفصيل. طبعا عرضها 25 سنتيم أو طلع عندي بالأخير 26، يعني سنتيم واحد ما يفرق هنا. والطول 65. راح أنزل حفرة الردن أو الأبط راح تكون 20. طبعا 20 كلش هواية، احنا بالعادة تقريبا ننزل 11 12 سنتيم 13 كلش. لكن هذا الردن لأن بيها كسرات لازم أنزل 20. وهنا أنا بديت أحدد مكان الزند، عرض الزند لازم ما يقل عن 15 سنتيم. ما أريدها تكون ضيقة وكاظة الردن أو كاظة الإيد من جهة الزند، لا أريدها راهية، فخليت 15 سنتيم من هذه الجهة. بعد ما نزلت من أعلى الردن 10 سنتيم. طبعا كل القياسات محددتها قدامكم وأني أقص. منها هذه لازم أحفر أو لازم أرسم حفرة الردن اللي تكون تحت الأبط. لازم تكون حفرة، ما يصير تكون عدلة خط عدل، لا لازم يكون حفرة لحد هذه النقطة اللي حددنا بيها عرض الزند بهذا الشكل. ومن هذه النقطة الأعلى الردن أيضا راح أمشي مو خط عدل، لا مثل الدائرة.
بهذا الشكل، استدارة كأنما جاي أسوي دائرة أو نص دائرة بهذا الشكل. طبعا رسمك إذا تحسين يراد له تعديل فعدلي، ماكو فرق، العفو ماكو مشكلة. لاحظوا هذه هنا طلع عندنا فوق 30، لكن من راح نخلي الكسرات حيصغر ويصير القياس اللي نريده. من جهة المعصم راح أخلي القياس تقريبا 14 سنتيم، وراح أمشي أول بداية تقريبا عدل، وبعد ذلك أميل لحد نقطة تحت الأرض. كل اللي أريده من عندكم تركزون وتنتبهون على كل الخطوات، لأن كل الخطوات مهمة ومفيدة. أنا أي شي مو مفيد أشيله من الفيديو، ما أخلي أشياء ما تفيدكم أو أشياء مجرد تطول الفيديو، ما أحب هاي السوالف. أنا أحب أقدم لكم المختصر المفيد. هاي هنا شفتوا مثل ما قلت لكم إنه الرسمة مالت الردن ما كانت عاجبتني أو يرادلها تعديل، فسويت تعديلات عليها قبل ما أقص. هذا القماش ستن ويزحلق وشل حالي بصراحة بالتفصيل وبالتصوير، فأنتم لازم تكونون تنتبهون وأنتم تتعاملون وياه. لازم كل خطوة تعدلون القماش وتتأكدون من عده وتثبتوه على قد ما تقدرون. جيبوا أشياء ثقيلة ثبتوها أو ثبتوا القماش بيها وابدوا قصوا، لأن فعلا القماش جدا متعب ومو أي وحدة تقدر تتعامل وياه. طبعا أنا مسوية فيديو خاص للمبتدئات، يعني ناصحتهم بيها إنه يتجنبون بالبداية يستعملون الستن بالخياطة، لأنه فعلا الستن صعب ومو أي وحدة تقدر يعني تتعامل وياه. لكن حاولي على قد ما تقدرين تكونين حذرة وإن شاء الله يضبط وياك. هنا شوفوا بديت أشرلكم أو أثبت لكم مكان الكسرات وشكلهم شلون راح يكون، وحتى تعرفون إنه راح ترجع القياسات مضبوطة بعد ما نخليهم. لاحظوا عرض الردن صار تقريبا 25 سنتيم، وطول الردن تقريبا صار 62 2 سنتيم، راح نكف بيها الردن أو 3 سنتيم، وراح يبقى عندنا تقريبا 59. هسه هنا هذا القميص لاحظوا بديت أريد أفصله. لازم تنتبهون المطة أو الليقرة مالت القماش شلون صايرة، لازم تكون بالعرض ويا ذبة الصدر، ما يصير المطة مالت القماش تصير بالطول والقماش يصير ميط نفسه، لا، لازم المطة تكون بالعرض حتى ما يضايق باللبس. هو طبعا طبقتين وطبقته بعد طبقتين حتى يصير 4 طبقات على مود نفصل الأمام والخلف. أخذت تقريبا 32 سنتيم وراح أقص الزايد من عندهم. طبعا 32 كبير على قياس لارج، أنا سويت لكم قياسات كبيرة على مود تاخذون راحتكم وبعدين تصغرون براحتكم. لكن من تاخذون قياس صغير احتمال يضيع بالتقصقص ويخرب عندكم القماش، واحنا جايبين قماش هواية وحرامات نخربه. هذه أو هذه القطعة اللي بقت ممكن تستعملونها تسوون حزام للفستان. أنا ما سويت حزام، ممكن تستعملوها حزام أو تغليفات لحفرات الرقبة. هذه راح نبدي نفصلها سوا للقميص مال التنور، العفو للقميص مال الفستان. هنا قربت لكم الكاميرا حتى يكون القياس أو التصوير أوضح. راح ناخد تقريبا 40 طول القميص، طبعا 40 قليل ويطلع صغير قميص التنورة. احنا راح نخلي بين التنورة والقميص مسطرة عرضها تقريبا 5 سنتيم. حددت 40 وراح أقص الزايد، وطبعا من هذا الزايد اللي زاد بالأعلى أيضا راح أخذ المسطرة اللي راح تكون بين القميص والتنورة. المسطرة راح ناخذها تقريبا 7 سنتيم، سنتيمين راح يطيرون بالخياط وراح يصفى 5 سنتيم. هذه المسطرة اللي العفو راح تكون بين التنورة والقميص. إذا تردونها بدون تغليف فخلوا لها لاصق وخيطوها، أما إذا تردونها بتغليف مغلفة فلا تخلوا لها لاصق.
وهذه بعدين نحدد عرضها، ما العفو طولها، بس خلينا العرض مالتها. هسه راح نرجع للقميص ونحدد القياسات عليه. عرض الكتف سويته 19 سنتيم. إذا تردين أكثر من لارج فممكن تسوين 20 أو 21. قلتلك القماش يكفي الحد إكسين لارج، ممكن تسوين من 4 مترات. نزال الصدر 22 سنتيم. يعني هذا القماش يكفي تسوين من عنده فستان إكسين لارج، لكن أني سويته قياس إكس لارج ونهيته بقياس لارج، لأن هي البنية قياسها لارج، لكن أنا سويته شوية كبير حتى شقد ما ناخذ بالخياط وشقد ما ناخذ بالتفصيل ما يكون إشكال. طبعا حددت وياكم حفرة الرقبة عرضها 8 وطولها 4 سنتيم. نزال الكتف راح يكون 2 سنتيم فقط. أنا ما أحب أسوي نزال كتف مايل جدا، يعني أشوف إنه 2 أو 3 سنتيم كلش كافي. هذه 3 سنتيم وزنها جدا كبير، لكن العادية لا، 2 سنتيم كلش كافي. محيط الصدر راح يكون 32 ومخلين زيادة مو بس للخياط، زيادة للرهاوة أيضا 32. طبعا الزيادة شيلتها آخر شي، بس أنا قلت لكم للأمان خلينا زيادة. هنا حتى نحفر حفرة الأبط أخذت من هذه الزاوية 3 سنتيم وبديت أحفر حفرة الأبط. أتمنى كل شي واضح ومبين قدامكم، وكل الخطوات أتمنى تكون سهلة ومفهومة. طبعا محيط الخصر سويته 30، بعد راح نحط بنسات فأيضا راح يتخصر أكثر. وصلتها لحد نقطة تحت الأبط. شوفوا هنا مكان البنسات راح تخليها وراح يتخصر لنا أكثر. ومن الجوانب راح آخذ فقط 2 سنتيم، ما راح آخذ أكثر، لأنه أنا راح أسوي بنسة تحت الصدر أو تحت المحيط تحت الأبط. هذه البنسة تكون جانبية من جانب الصدر، هم راح ترفع لي القميص وهم راح تسوي لي المحيط مالت الصدر مجسم. بعد شوية أحددها وياكم. هاي بعد ما حطيت كل القياسات بديت أقص وأشيل كل الزيادات. هنا فتحت القماش وراح أبدي أسوي كل تعديلة على الأمام والخلف. هذه جهة الخلف راح مجرد أخذ الزيادة اللي بيها. طبعا لازم الخلف يكون أقصر من الأمام، لأن دائما إذا تلاحظون تسويهم إذا نفس القياس راح يكون الظهر نازل والأمام صاعد. فأخذت 2 سنتيم انتهيت بيها صفر، ما أخذتها على طول القميص، لا، انتهيت بيها بصفر. وهنا بديت أحدد مكان البنسات. طبعا وحددتهم بقردة صغيرة حتى يكون مبين من الجهتين، وأيضا حددت المنتصف بقردة صغيرة. والبنسات راح أحدد أيضا طولهم وياكم. طبعا طول البنسة راح أسوي كل بنسة طولها تقريبا 15 سنتي. هذه كل التعديلات اللي راح نسويها من على الفستان من جهة الخلف. طبعا عرض البنسة حسب ما تحبين راح يكون العرض اختياري، يا إما سنتيم ونص أو سنتيمين. هذه كل التعديلات اللي سويناها على الجهة الأمامية الخلفية العفو مالت الفستان. هسه هذه الجهة الأمامية هم راح نسوي عليها بعض التعديلات. لازم نعدل القماش كل زين، وعلى طول وانتي تشتغلين بالقماش تظلين تعدلين بيه. من الجهة مالت الصدر المقابيل الصدر راح ناخذ تقريبا 2 سنتيم للداخل وراح ننتهي بيهم بصفر لحد نقطة الكتف ولحد نقطة تحت الأبط. يعني هاي 2 سنتيم ما ناخذها على طول الحفرة، لا، بس من المنتصف. هذه فائدتها تعدل لنا منطقة محيط الصدر وبنفس الوقت تخلي لنا الفستان ثابت وما يرجع للخلف. تمام.
وطبعا مثل ما وصيتكم لازم على طول تعدلون القماش، لأنه هذا القماش أقل حركة يتحرك، وإذا تحرك وقصيته احتمال يصير يعني ما مساوي، فلازم تنتبهون على هذه النقطة. طبعا جدا جدا عذبني بالتفصيل والخياطة. المهم هاي بعد ما خلصنا وشلنا الزيادة مال محيط الصدر، حددت المنتصف مال الفستان بقردة صغيرة، وراح أبدي أحدد مكانات البنسات. طبعا من المنتصف 10 سنتيم هذه مكان البنسة، وراح أسوي قردة صغيرة حتى يتحدد عندي مكان البنستين بهذا الشكل. وأيضا راح أسوي بنسات جانبيات مثل ما قلت لكم، جانبيات الصدر هذه هنا مكانهم، من نقطة تحت الأبط أنزل 7 سنتيم، هذا مكان البنسات الجانبية. وهسه راح نحدد كل بنسة إيش قد طولها. هذه الجانبيات راح يكون كل واحدة طولها 12 سنتيم، ممكن تسوينها 10، ممكن تسوينها أكثر، بهالحدود 12 13 سنتيم أو 10 سنتيم، بهالحدود قلت لكم. اثنيناتهم لازم نفس الطول ونفس المكان، احنا حددناهم بقردة على مود نبين مكانهم بالتساوي من الجهتين. واللي بالخصر راح يكون طولهم تقريبا 15 سنتيم مثل طول اللي سويناهم بجهة الظهر. وهيك تقريبا يكون عندنا خلص الجهة الأمامية أيضا، وقت عندنا بس حفرة الرقبة الأمامية هاي بعد ما نخلي لاصق، يلا نبدي نحفرها ونحدد طولها المضبوط. ومثل ما قلت لكم العرض مالت البنسة تقريبا سنتيم ونص أو 2 سنتيم، ننتهي بيه بصفر، ما ناخذه على طول القماش، لا ننتهي بيه بصفر لحد نهاية البنسة. وهاي قلت لكم المسطرة راح نخليها بين التنورة والقميص، الزيادة مالتها نشيلها بعد ما نبدي نثبتها على القميص. هسه خلصنا هذه. أيضا راح ننتقل نسوي اللفة مالت الفستان. على مود نسوي لفة الفستان لازم نسوي باترون للقماش اللي راح نسوي عليه اللفة، فخليت الجهة الأمامية على قطعة لاصق أكبر من الفستان أو أكبر من هذه الجهة ب 12 سنتيم، وهذه طبعا اللاصق جهة واحدة مو جهتين، احنا نريد باترون نسوي عليه بجهتين، فكلش كافي. هاي بديت أحدد من كل مكان على نفس القياسات. من الأسفل راح أعوز زيادة تقريبا سنتيم واحد، حتى خاف يعني يصير بعدين طول زيادة عادي نشيله بعدين. واللفة مالتي راح تكون من نهاية حفرة الرقبة لحد نهاية القطعة مالت الباترون اللي مخليتها بهذا الشكل، خط مائل. إذا حابة تسوين اللفة بدون كسرات فراح تاخذين هذا الباترون مباشرة تخلينه على القماش، تقصين نفسه بالضبط على نفس القياس وتخلينه فوق القطعة الأمامية مالت القميص. أما إذا حابة تسوين كسرات نفس ما أنا سويت فتابعي وياي شلون راح أسوي الكسرات مالت اللفة مالت الفستان. هاي هنا جاي أشيل كل زيادة حتى يطلع عندي الباترون صافي. راح أبدي أخليه على قماش وأبدي أحسب حساب الكسرات. أدري طبعا حكيت كلش هواية، لكن أعتذر جدا من عندكم، أنا حابة أوصل لكم كل المعلومات بشكل مبسط. هنا من هذه النقطة صعدت تقريبا 3 سنتيم وشلت الزيادة حتى ما يكون عندي اللفة هاطلة أو نازلة، فلازم أشيل الزيادة تطلع 3 سنتيم. وإذا طلعت بعد أيضا زيادة بعدين وقت الخياطة أيضا راح نشيلها. هسه راح أبدي أحدد مكان الكسرات. طبعا الكسرات أنا هنا غلطت غلطة قدرت أتداركها، لكن راح أقول لكم عليها حتى أنتم تتجنبوها. سويت مكان الكسرات، حسبته من بين كسرة وكسرة
3 سنتيم من الأعلى، لكن من جهة الكتف سويتها 2 سنتيم 2 سنتيم، وهيك صارت عندي الكسرات ملفلفات وتعبني بالخياطة. انتم لازم تسوونها متساوية حتى تتجنبون الدوخة واللفلفة اللي صارت وياي. خلوا الكسرات من الأعلى ومن الأسفل قياسهم 1 3 3. أنا أقدر أقول لكم يعني إنه طلعت مضبوطة ومشوا علي، لكن أنا أريد مصلحتكم. أنا هنا أول مرة أسوي هذا الموديل فغلطت بي، لكن ما حبيتكم تغلطون مثل ما أنا غلطت. فنصيحتي لكم تسوون الكسرات متساوية من الأعلى والأسفل، 3 سنتيم من جهة الكتف و3 سنتيم من جهة الخصر. زين، وقصقصوهن وبعدين حطوهم على القماش وقصوا عليهم. حبايبي، أنا بهذا الفيديو راح أقدم لكم التفصيل فقط، لأنه مثل ما شفتوا الفيديو صار كلش طويل والتفصيل بيه هواية تفاصيل ما قدرت أتغاضى عنها، فسويت لكم التفصيل بهذه الفيديو، وإن شاء الله الخياطة راح تكون الفيديو ورا هذا الفيديو مباشرة. إن شاء الله يقدرني وأقدر أكمل المونتاج مال الخياطة بسرعة وأنزل لكم إياه مباشرة بعد هذا الفيديو. هنا هذه بقت عندنا آخر قطعة مال القماش اللي قلت لكم هذه راح نسويها لللفة مالت الفستان. هذه أيضا مطبوقة طبقتين وجهة مقابل جهة، يعني مو اثنيناتهم نفس الوجه، لا. حددت أو العفو عدلت عليها أجزاء الباترون والقطع اللي قصقصتهم، وخليت هاي شوفوا بين شريط وشريط مال الباترون هذا مكان الكسرة. لاحظوا هذه الزيادة اللي راح تكون للكسرات. حددت المكان، طبعا جبت سجل وخليته على الباترون على مود ما يتحرك واني اخيطه، لان شوفوا جدا صعب التعامل وياه، كل ساعة يتحرك لان القماش ناعم وما يثبت عليه. فاستعانيت بهذا السجل وخليته وثبت عليه الباترون وبديت احدد المكان. شوفوا مثل ما قلت لكم هذه الزيادات بين الاشرطة هي هذه الكسرات اللي سويناها. قلت لكم اذا تردون بدون كسرة فلا تقصقصون الباترون، ومجرد سووه وخلوه لفة بدون كسرات. هاي بديت احدد مكان الباترون من كل مكان على مود اقص نفسه بالضبط، ويصير عندي يعني اللفة بيها مجال اسوي لها كسرات بهذا الشكل. وهذه طبعا مكان الكسرات حددت الكسرة المنتصف مالتها، بس عادي مو الا تحددون لانه بعدين انتم راح ترتبون الكسرات براحتكم. وحددت ايضا هاي من الحفرة تبقى نفسها هي. هيك بنات تقريبا فصلنا خلص. فصلت لكم الفستان من كل تفاصيله. إذا حابين تسوون تعديلات فممكن تسوون أي تعديلات براحتكم. ممكن تسوون اللفة بدون كسرات، ممكن تسوون الردان بدون كسرات، ممكن تسوون أصلا التنورة كلوش وبدون كسرات، أو حتى تسوونها تنورة عادية بدون كلوش. أنا سويت لكم التفاصيل هذه، وأنتم بقت التعديلات حسب رغبتكم وحسب ما تحبون. طبعا الفيديو كلش صار طويل وما بيها مجال بعد أنزل ويا الخياطة، أعتذر جدا من عندكم. هذا فيديو للتفصيل، وإن شاء الله فيديو الفصال العفو الخياطة راح ينزل وراه مباشرة. أتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم واستفاديتوا من عنده، وإن شاء الله نلتقي بالفيديو الجاي قريبا. حبايبي لا تنسوني من دعواتكم، وأيضا أتمنى ترفعوا لي هذا الفيديو باللايك والكومنت الحلو، وأكون جدا ممنونة من عندكم. ربي يوفقكم وين ما كنتوا. مع السلامة حبايبي.